السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيك ديزاين بمناسبة العيد ميلاد ديال ولدي الثاني. عندنا في اناء تنوضعوا كاس ديال السكر، واحد 4 ديال ابيض البيض وخماره ديال الفاني، وتنطربوا الكل جيدا حتى كيتضاعف لينا يعني حجم الخليط. كنستمروا بالتطريب، ضروري ما يكون عندكم الخلاط الكهربائي هكا باش كيطلع لكم دغيا. من بعد كنضيف الصفار ديال البيض على شكل دفوعات، يعني هنا 4 ديال صفار البيض كنضيفهم كذلك بسرعه. هنا راه زربت الفيديو ولكن ما تخفقوش بسرعه باش ما يهبطش لكم الخليط ديالكم. من بعد كندوز كنضيف يعني الدقيق على شكل دفوعات، يعني الدقيق تيبقى اختياري على حساب نوعيه الدقيق، واش كيشرب اولا ما كيشربش. يعني نتوما كتضيفوا نتوما كتشوفوا يعني القوام ديال الخليط ديالكم يكون يعني شاد راسو، ما يكونش جاري باش هكا ما يهبطش ليكم يعني الجينواز ديالكم. وتنحاولوا نطلعوا من الفوق لتحت بش واحد الملعقه اولا سباتي، وكنبقاو نضيفوا الدقيق كما قلت لكم على شكل دفوعات. وانا نحاول ندمجو مع المكونات اللي ديجا طربنا. المهم كنستمر بهذه الطريقه. من بعد هذا هو القوام، يعني راني انا وضعته في اللاطه اللي دهنتها بالزبده ودرت لها ورق الطبخ. انا استعملت تما غير كاسرونه لان ما كانش عندي المول القياس اللي بغيت. وهنا من بعد ما طاب الجينواز ديالنا اللي كنكونوا دخلناه الفرن تيكون ساخن باش دغيا كيطلع لكم وراه كيجي ناجح. غير جربوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنا في كاسرونه دزت باش نحضر كذلك الكريمه باش نعمر، يعني كريم ديال الشوكولا مو يعني شوكولا غيش. سخنت الكريمه واحد 400 غرام مع واحد 200 غرام الشوكولا، ذوبته وضعته كذلك درت له السلوفان وندخلو المجمد يشد راسو. ديما الشوكولا يعني استعملوا نوعيه جيده، والشوكولاته يعني كميه الشوكولا تنضربوها في 1.8. هذيك الخارج اللي كيخرج لينا هو نسبه الكريمه اللي كنضيفوها للشوكولا. من بعد دزت هنايا باش نطربوه بعد ما شد راسو في المجمد. كنديرو في واحد البول وكنطربوه جيدا حتى كيتبدل ليه اللون ديالو، كيصبح فاتح يعني وكيخفاف معكم، يعني ما كيبقاش هكا عاقد بزاف، ولكن راه كيجي هنا ناجح يعني كذلك تيبقى شاد راسو. هنا كذلك دزت باش ندوز نحضر معكم الكريمه الثانيه اللي غنعمر بها. هنا استعملت غير كريم شونتي مع واحد كاس ديال الحليب اللي يكون بارد، وكنطربو حتى كيضاعف القوام ديالو. تنستمروا في الخفقه. وهنا بدا كيطلع ليا يعني الكريمه ديالي. غادي نحبس ونضيف واحد البخاليني اللي حضرته يعني منزليا. الا بغيتوا الطريقه خليوها ليا في التعاليق، راه ساهل. يعني تنديروا اللوز يعني نكراميليوز يعني حتى كيتكراميليزا، وكندوزو باش كنطحنوه حتى كيولي على شكل باط. هنا صافي حضرت الكريمات معكم. ها نتوما كما كتلاحظوا وضعتهم غير في البلاستيك، يعني ما كانش عندي هنايا المول، يعني عاد نشريهم ان شاء الله. وكذلك ضفت القهوه سريعه الذوبان في واحد كاس ديال الماء، وحضرت كذلك يعني هذوك المقرمشات الكركاع واللوز كذلك كراميليزي، فرتته اولا كونكاسيتو ووضعته في اناء باش غادي نزين به. هنايا كما كتلاحظوا راه تقطع لي الفيديو ما تصورش من الاول. عندي درت يعني الجينواز ديالي الطبقه الاولى سقيتها بالميسكافي والماء اللي مذوب كذلك، ووضعت في الجوانب داك لاموس الشوكولا باش يعني باش كتشد لينا الكريمه. وفي الوسط وضعت الكريمه كريم شونتي باللوز، وكذلك وضعت داك اللوز يعني مهرمش. وانا ضفت الطبقه الثانيه كذلك سقيتها بسميتو بالقهوه سريعه الذوبان. ديما المهم كتحاولوا تسقيو الجينواز ديالكم باش ما يجيش ناشف. وهنا كنحاول ندهن داك كريمه الشوكولا. هاد الشوكولا كتجي بنينه كل ما كان الشوكولا كاليتي، يعني شوكولا غيش اولا نوعيه الشوكولا اللي كتباع هكا بلاباط يعني طابليت. كذلك تكون شوكولا بالحليب كتكون جيده، ما تستعملوش داك الشوكولا العاديه راه ما كيجيش زوين.
هنايا كذلك استعملت الكركاع باش كتجي في ديك التقرميشه في العضه، والكراميل. الكراميل كذلك يمكن لكم تستعملوه الجاهز اللي كيتباع في عند يعني اصحاب الحلويات اولا كالبقاله، اولا تصاوبوه في المنزل، راه حتى هو ساهل. لا بغيتو الطريقه شي نهار ان شاء الله ونوجدو معكم. وكنستمر طبقه على طبقه، ديما كنسقي بالقهوه كذلك، وكنضيف داك الكراميل داك الجينواز عفوا تنضيف داك الشوكولا في الجوانب باش ما تخرج ليناش الكريمه. وفي الوسط كنضيف الكريم شونتيي اللي يعني بلاباط اللوز، راه كيجي مذاق رائع. جربوه اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. يعني كنستعملوا المتوفر، ويعني حنا ماشي يعني واو في هذا الشيء ديال الكيك ديزاين، انما يعني كنحاولوا نديروا شي حاجه في دارنا يعني. وراه كلشي يعني دابا ولا ساهل ومتوفر، وان شاء الله غادي تيجي مذاق رائع. انا ان شاء الله غادي نكمل معكم، وحتى غادي نقسم معكم يعني واحد المورسو تشوفوا كي تيجي من الداخل ديالو، تيجي رائع. هنا هذه الطبقه ما قبل الاخيره، انا راه تبارك الله عطاتني واحد 6 طبقات ديال الجينواز. يعني انا كنت تما ضاعفت يعني العجنه، درت 2 كميه ديال الجينواز. وكنحاول كذلك هنا راه الفيديو كما كتلاحظوا راه موضح نفسه، انما تنعاون باش تفهموا كل شيء، وتنتمنى يكون واضح لكم الفيديو. كذلك سنوضع داك قطع ديال الكركاع هكا بشكل عشوائي. كذلك لا بغيتو تستعملوا طبقه ديال هاد الكروستيو يعني بالفيوتين والشوكولا، راه هي كتجي رائعه. كتذوبوا الشكلاط وكديروا فيها الفيوتين صافي وكتطبقوها. المهم انا ما استعملتوش، اكتفيت باللوز والكركاع، راه كتجي كذلك الطعم ديالها رائع. وهذه الطبقه الاخيره يعني ما بقاش ليا هنايا داك لاموس ديال الشوكولا باش نوضعها في الجوانب، لا باس يعني ماشي مشكل. وضعت غير الكريمه، وغادي نزيد ندوب ان شاء الله كريم شونتي داك كريمه الشوكولا عفوا، وغادي نطالي بها الجوانب مزيان باش ما يبقاش يبان لنا داك الكريم شونتي الابيض، باش تساعدنا في الدريساج اولا في التغليف د الكاناج. هنا كذلك وضعت داك اللوز اللي تبقى والكراميل، وغادي نسد بالطبقه اللي كتكون من التحت. يعني ديك الطبقه اللي كتكون لتحت في اللي طابت لينا في الفرن هي اللي كنوضعوا من الفوق باش كيجينا الكيك مفيني، وكيجي يعني يعني على شكل يعني املس. صافي هنايا ذوبت شوكولا التغليف يعني كاناج التغليف، غير الشوكولا مع الكريم شونتيي مباشره بعد ما كندوبوهم كندوزو باش يعني كنغلفوا بهم الكيك ديزاين ديالنا. صافي هنايا كنحاول نعمر دوك الجوانب كاملين. راه كنت ديجا يعني عمرت بداك الكريم اللي شاط ليا اولا اللي عاود صايبت، خليته يبرد شويه في المجمد، وعمرت به دوك الفراغات اللي في الجوانب، وعاد درت كاناج يعني ديال التغليف اللي كما كتلاحظوا معايا باش عطاني هاد النتيجه يعني املس. وكذلك ومع ذلك تنحاول نعمر دوك الفراغات اولا دوك الفجوات يعني وانا تنطالي يعني داكشي اللي عندكم متوفر بالدار. انا عندي ديك الاداه يعني ديال التمليس، صافي حاولت ندير بها. عفوا لما كان الصوت ديالي يعني مسموع جيدا، كنت عيانه شويه دابا مع هذا الجو المتقلب يعني الحلقه ديالي سمحوا لي راه يعني ما يعني مجروح. وهذا يعني ما تديوش على الصوت ديالي، نتمنى نكون يعني خفيفه عليكم. وكذلك يعني وصلتكم يعني الطريقه. راح سمحوا لي ما مده ما حطيتش يعني كنت ملهيه مع يعني الوليدات حتى هما مرضوا ليا والعيا وهذا، وانا كنت صورت الفيديو ديال عيد الميلاد ولكن يعني الكيك ديزاين ديال عيد الميلاد ولدي وما حطيتوش ما شاركتوش معكم. عادي قدرت نمونطيه ونحطو لكم، سمحوا لي يعني. وهنايا دزت باش نصايب يعني داك التزيين تيبقى اختياري، يعني يمكن لكم تشريو داك الشيء جاهز ملصقات اولا يعني على حسب الكيك نتوما كيف باغيينو. انا هنايا استعملت لا بواطا سكر وحاولت نصايب بها واحد نونوس بحال هكا اليديدات الكسده الرويس، كتختيو واحد الكوردون في الكسده باش كتلصقوا الراس وتديروا داك الودينات. راه كنت وضحته معكم في الفيديو، راه الفيديو يعني فيه جميع التفاصيل. وهنا ندوز باش نشكل كويرات عشوائيه كحل ازرق وابيض. نختصر معكم الفيديو. المهم هنايا دزت
مباشره باش نطلق العجين اللي غنغلف بها. انا اختاريت الشيبي، كما يمكن لكم تختاروا الابيض او لا تدمجوهم مع بعضياتهم يعطيكم واحد الشكل رخامي. هنايا انا اكتفيت بالازرق يعني بوحدو صافي، وطلقتو مزيان. رقوا يعني رقوا العجينه ديالكم، العجين ديال البواطا سكر باش ما تجيش هكا ثقيله او لا يعني كتقهم في العضه. وصافي نحاولوا نوضعوها هكا ونقادوا الجوانب باش ما تجيش لينا مكمشه، ولو يبقى واحد شويه ديال التكماش معليش، غادي ان شاء الله نيطاليوه بواحد الاداه اولا غير بيدينا. المهم تنحاولوا كذلك وحنا شويه بشويه. جبت انا واحد قطعه ديال البيتزا وكنقطع الجوانب بهذه الطريقه ونحيدوا الزوائد، وتنحاول ندير بديك الاداه اللي هي ديال الحديد. كما يمكن لكم تشريو البلاستيك راهم متواجدين، هي هذيك ديال الحرشه انا استعملت فقط بداك الشيء المتواجد عندي. ما نحتاجوش عاد نشريو هذا الشيء الكيك ديزاين لان انا ماشي بروفيسيونيل في هذا الشيء، يعني ما كنخدموش هكا الطلبات. انما انا صقتها غير لولدي، ويمكن لي ان شاء الله من قدام نزيد نحترف في هذا الميدان ونبقى نصايب الكيك ديزاين. علاش لا ان شاء الله. وهنا كنحاول نطالي مزيان. عفوا سمحوا لي على الاذان يعني. صافي الله اكبر كبيره، الحمد لله. وصافي وتنصايبوا هكا التزيين اختياري كما قلت. واحد يمكن لكم تشريو هذيك ديال الغيامات، يعني دوك ليمول او دوك القطاعات ديال سميتو ديال الحلوى. يمكن لكم تستعملوهم يدويا بواحد الورق مقوى، ترسموا غمامه وتقطعوا كذلك في لابواطا سوغ بحال هكا عشوائيا صافي، وكتلصقوهم بالماء يعني بالماء باش كيلصقوا لكم، وتتوضعوا داك الكرات. هنايا كذلك الاسم زينتو انا الراس يعني اختياري بلابواطا سوغ بالابيض، ووضعت دوك الكرات. ويمكن لكم تدهنوهم بالذهبي او الفضه.